أيضا يعني لهم لغة خاصة تمتد إلى أكثر من يعني 20,000 عاما وأكثر. مارسوا اللغة الكردية وتوارثوا عبر الأجيال هذه اللغة، وليس فقط في المدارس والجامعات. وهكذا يعني تطورت اللغة الكردية وأصبحت لها لهجات في المناطق الكردستانية. ويعني عبر اللغات يتعرفون الناس على بعضهم البعض، ويتعرفون على قومياتهم وأين يسكنون في أي مناطق. يعني طبعا من سموا يعني كردستان هم السومريين قبل الميلاد بثلاثة يعني 3500 عام. اللغة في جوهرها أعمق من ذلك بكثير، لأن اللغة تعني الوجود، تعني التاريخ، تعني الحضارة، تعني الأساس البنيوي الذي نشأت عليه هذه الأمة أو هذا الشعب. لذلك فإن اللغة هو حق إلهي مثبت في كتاب الله عز وجل. لذلك هناك آيات في كتاب الله وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى ذلك إشارة واضحة. من الآيات البينات الواضحات في شأن اللغة في كتاب الله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهذه الآية تشير إلى اختلاف اللغة، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الناس مختلفين في لغاتهم وألسنتهم وثقافاتهم وعاداتهم. كانت اللغة الكردية ممنوعة لا سيما في الدوائر، فبعد وجود الإدارة الذاتية تم الاهتمام بجميع اللغات ومنها اللغة الكردية، فأسسوا مدارس من الابتدائي حتى الجامعة باللغة الأم. اللغة الأم لا فرق هناك بين اللغة الكردية، للأكراد هي اللغة الأم، وللعرب اللغة العربية هي الأم، وهذه من سنة الله في